اسمعوا، الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. الكلام ده مهم. انا عاتبت حد؟ عاتبت ناس جابت البضايع وسعرت على ان الدولار ب70 وب80؟ عاتبت حد؟ ولا قلت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟ عمري ما عاتبت حد، عمري ما عاتبت حد. وحتى الناس اللي مسؤولة عن الوعي، حتى الوعي الديني، ما اتكلمتش في حرمانية أي سلوك من السلوكيات ديت، مع الوضع في الاعتبار إن الأمور في الدول مش بالأخلاقيات وبالضمائر، الأمور في الدول بالأنظمة والقوانين، عشان بس تبقى الأمور واضحة. لكن حتى النقطة دي غايبة عننا كلنا، مش عارفين إيه الحلال وإيه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين إيه الحلال وإيه الحرام اللي بنعمله. أنا آسف إني بقول كده، أنا مش بكلم كل الناس كده، بقول إن في كتير مننا ما ياخدوش بالهم. بس أنت اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى كده. أنت مش فاهم حاجة، أنت مش عارف إن ليها رب، والرب ده قادر على إنه يحل المسألة. مين؟ ربنا. ولا أي يوم في اللي فات كان عندي شك، والله العظيم. الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا، إذا كنت تؤمن بكده. كل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل أكبر. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا لكم كلكم. أنا إن شاء الله ما بدراش أبدا، لا، أنا بعمل أقصى ما في عندي. إن وفقت فده فضل الله، وإن ما وفقتش العيب عندي وأتحمل المسؤولية أمام الله. بعد اذنكم محدش يقلب الفيديو ده. انا ايه ذنبي لما انت تقول عليا مطبلاتي او معارضه، وانت اساسا بدخل على صفحتك بلاقيك مش منزل اي حاجه وما تفهمش في اي حاجه غير الكوره؟ يعني مش فاهم انا بقول ايه، ولا فاهم اصلا ان الكوره اللي انت بتتابعها دي داخل فيها السياسه والمصالح. انا ذنبي ايه لما اشوف كومنت سلبي منك وادخل على صفحتك الاقيك كل اللي انت بتتابعه محتويات تافهه؟ يعني انت اصلا طول الوقت بتشوف تفاهه. طبيعي ان انت لما تشوف محتوى مفيد او محتوى فيه كلمتين ينفعوك ما يعجبكش الكلام. انا ايه ذنبي ان انت مش فاهم اللي بيحصل حواليك؟ انا ايه ذنبي تقول عليا مطبلاتي لمجرد انك مش عايز تسمع كلمه عدله عن بلدك او جيشك قوي؟ انا اطلع اتكلم عن بلدك ودافع عنها في السياسه الخارجيه وما قايل عليها مطبلات؟ ما بتفكرش غير في الاكل والشرب وان انا لازم انتقد وبس. في حاجات انا بقرا فيها وفي معلومات قاعد 24 ساعه بجمعها عشان اقدر اربط لك فيديو بفيديو تاني بمعلومه، وانت اساسا نايم على ظهرك مش فاهم اي حاجه. وقت ما انزل الفيديو تقوم كاتب كومنت انت مطبلاتي من غير اصلا ما تدور انا قلت ايه. بذمتك عارف انا بتكلم في ايه؟ فاهم سياسه ولا اقتصاد اساسا؟ طب عارف اصلا اللي بيدور في العالم حواليك ايه؟ الناس اللي قاعدين بره بلدك دول اللي قاعدين بينتقدوا في بلدك وما بيشوفوش غير السلبيات بس، ما بيقولوش كلمه واحده ايجابيه عن بلدك، وانت ماشي وراهم زي القطيع. ما تخليك في نفسك وبطل تقلل من بلدك بقى.